تعمل ايه عشان تنقذ نفسك لو تهت في الصحراء. زي ما بنقول دايما الوقايه خير من العلاج، فاهم حاجه اول ما تقرر انك تعمل سفاري مثلا او انك تروح الصحراء لاي سبب لازم تكون عامل خطه محدده ومعروفه. هتروح الساعه كام والمفروض هتفضل هناك قد ايه وهتروح فين بالظبط، وتكون معرف شخص ما بكل المعلومات دي، بحيث ان لو لا قدر الله اتاخرت عن الوقت المحدد لرجوعك يقدر الشخص ده يتواصل مع السلطات فورا ويكون في سرعه اكبر في ايجادك. كل دقيقه بعد ضياعك مهمه جدا بالنسبه ليك، ومن الافضل في كل الاحوال انك لما تفكر تروح الصحراء ان يكون معاك مرشد عارف كويس جدا المكان. ومن الافضل برضو انك لما تفكر تروح الصحراء انك تكون في مجموعه مش لوحدك، وحاول انك تخلي معاك ميه كتير واكل، ما تقولش انا رايح مجرد يوم وراجع. طب لو خلاص لا قدر الله بالفعل ضعت في الصحراء، اول خطوه هي انك لازم تحافظ على هدوءك، لان من اسوأ التصرفات في الحاله اللي زي دي انك تفضل تجري بشكل جنوني او انك تصاب ببانيك، لان ده هيفقدك طاقتك بسرعه جدا وده شيء احنا مش عايزينه تماما. فالافضل ليك في الوقت ده انك تقعد تفكر بهدوء المفروض هتتصرف ازاي، وتقدر الحاجات اللي معاك من اكل وشرب، وبعدها فورا تغطي وشك من عند بقك ومناخيرك باي قماشه معاك. بالشكل ده انت بتحافظ على رطوبه وشك وبقك من الجفاف. تاني خطوه لازم تعملها هي انك تحاول تحمي نفسك من الشمس، يعني لو معاك عربيه من فضلك ما تخرجش منها، حافظ على قد ما تقدر على رطوبه جسمك لكن من غير ما تهدر في الميه اللي معاك. يعني لازم تفهم انك هتحتاج ولو نفترض ان معاك ازازه ميه واحده، ان الازازه دي هتكفيك لمده 3 ايام ويمكن اكتر، فانت كده هتكون بتحاول تقسم الميه اللي معاك على المده دي لحد ما توصل المساعده باذن الله. لو معاك اكل فمن الافضل انك تقلل اكلك على قد ما تقدر، لان الاكل بيسبب العطش بشكل كبير، وبما اننا نقدر نعيش لفتره اطول من غير اكل على عكس الميه فنحاول نخلي تركيزنا الاكبر على اننا نحافظ على الميه. تالت خطوة نكتب على الرمل بشكل كبير جدا حروف SOS، ودي رسالة استغاثة معروفة لكل رجال الإنقاذ عشان لو خرجوا طيارة درون تدور عليك مثلا يقدروا يشوفوها بشكل أفضل. رابع خطوة دلوقتي خرج إطار السيارة الاحتياطي اللي معاك وروح لمكان عالي واشعل النار فيه. نار إطار السيارة بيكون الدخان بتاعه عالي ففرصة إن حد يشوفه بتكون كبيرة جدا، ودي علامة خطر معروفة لكل اللي عايش في الصحراء أو لرجال الإنقاذ. وعشان كده حتى لو اضطريت إنك تفك إطارات السيارة كلها وكل يوم تولع في واحد فيهم ما تترددش تعمل كده، أنت في خطر ومحتاج كل حركة بسيطة ممكن تنقذ بيها نفسك، حتى لو وصل بيك الحال إنك تقطع جلد كنب العربية وتولع فيها. وفي النهاية أهم حاجة ما تفكرش أبدا إنك تبعد عن العربية، ولازم تركز في النقطة دي كويس جدا. من أكتر حالات الوفيات للأسف اللي حصلت بسبب ضياعهم في الصحراء كانت بسبب إنهم بيسيبوا العربية ويمشوا أملا منهم إنهم يوصلوا لأي حاجة، وفي الحقيقة إن العربية بتكون مكان آمن ليك في الصحراء مؤقتا لحد ما المساعدة توصل. في الآخر في رعاية الله وحفظه وربنا يعافيكم جميعا.